كلنا بنحب نكون ناجحين، بس عمرك سألت نفسك ناجح ليه؟ هل بتجري ورا حلمك ولا حلم أهلك؟ ولا بتحاول تثبت نفسك لناس أصلا حياتك مش فارقة معاهم؟ ولا سايب الغيرة تجرك لسكة مش شبهك؟ تعال نبص كده على الثلاث دوافع دي بسرعة. أول دافع تحقيق رغبة ذاتية أو رغبة الأهل. بس لو حصل تعارض وسبت حلمك عشان ترضيهم، تفتكر هتكون سعيد ولا هتندم إنك ضحيت بحلمك الحقيقي؟ أما تاني دافع إثبات الذات لناس تانية، يعني تدخل مجال مش بتحبه وتنجح فيه بالعافية بس عشان تثبت إنك قدها. طب لما تهدى هتشوف إنك كنت في سباق مش بتاعك. وتالت دافع وهو الأسوأ، الغيرة. لما تبني نجاحك على إنك تقلد أو تنافس حد مش لأنك فعلا بتحب اللي بتعمله، وقتها هتكون بتسابق ظل مش شخص. وعشان كده راجع نفسك قبل ما تعبك يضيع في سكة مش بتاعتك. النجاح الحقيقي مش إنك توصل، النجاح الحقيقي إنك تمشي صح وسعيك ده يكون وراه نية. النية دي هي اللي هتوزنك يوم ما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بتمنى إننا ما نبقاش من اللي سعيهم ضاع في الفاضي وهم فاكرين إنهم صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل اللي بطلبه منك تقف لحظة وتسأل نفسك أنا بسعى ليه والمين وعلى حساب إيه؟ وبس كده. ما تقفش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.